ولينتبه في هذا المقام من الجوالات. الجوالات هذه والله مصيبة الآن في هذا الزمان، مصيبة عظيمة جدا، ودخل إلى قلوب المؤمنين النقية، دخل إليها من خلال الجوالات أشياء خطيرة جدا وبلاوي جسيمة. وكانت قلوب النقية فلوثها الجوال شيء عجب، خاصة الجوالات التي تسمى الذكية. والذكاء بدون ذكاء يعد بلاء، الذكاء بدون ذكاء يعد بلاء ومضرة على الإنسان الذكي غاية الذكاء إذا لم يكن عنده ذكاء يكون آفة على المجتمع الذي هو فيه ومضرة عليه. وهذه الأجهزة مع ما فيها من لوث كثير جدا أصبحت في أيدي الغافلين، قليل الإيمان، قليل الطاعة والعبادة، قليل العلم، فأصبحت تصب في قلوبهم أمور صبا وتملأها ملأ بأشياء خطيرة جدا، فأمرضت وخلخلت القلوب وأوهت الإيمان وأضعفت اليقين وسببت أضرار كثيرة. ولهذا يجب على العبد أن يكون ناصحا لنفسه، وإذا كان يخلو بنفسه مع هذا الجوال بما فيه من المناظر ويظن أنه في عافية من نظر الناس إليه، فليعلم أن رب العالمين مطلع عليه سبحانه وتعالى، وليتق الله جل وعلا وليحافظ على سلامة قلبه. إذا كنا مر علينا في الحديث النكتة السوداء، بالله عليكم أخبروني كم هي النكت السوداء التي أدخلتها هذه الجوالات إلى القلوب؟ كنا نتحدث قبل قليل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم النكتة السوداء كلما زادت. كم هي النكت التي دخلتها هذه الأجهزة ببرامجها من نكت سوداء على كثير من القلوب؟ بعض الناس ليس فقط نكتة سوداء، بعضهم تحول من الدين، ارتد بسبب الجوالات، وبعضهم دخل في أهواء وأدواء ومصائب عظام. إلى متى الإنسان ينساق مع وراء برامجها المعطبة المهلكة؟ فيجب على الإنسان أن يضع لنفسه حاجزا يحول بينه وبين ما فيها من المهالك، ويتقي الله سبحانه وتعالى، ما ينساق مع هذه الأجهزة حتى توصل به وتفضي به إلى الهلكة والعياذ.